نقطة تانية بقى عايز اتكلم فيها، وبرضه دي بمنتهى الصراحة برضه، يعني مش هنضحك على نفسنا ومش هندفن راسنا في الرمل. فكرة ان مفيش نادي بيقف على لاعب، ده فلان مشى وفلان مشى وفلان مشى. مفيش نادي بيقفل يعني عشان لاعب مشى. النادي مش هيجيب ظرفه يعني ونقعد ونلغي نشاط كرة القدم. ماشي. لكن لا، النادي بيقف على لاعب. النادي بيقف على انك تعوض لاعب كبير مشى من عندك. والله هتعرف بقى تعوضه امتى بقى؟ بعد سنه، بعد 6 شهور، بعد سنتين، بعد 3. انت وشطارتك. وده خد بالك مع الانديه اصلا اللي واقفه على رجلها. فما بالك بقى بنادي بوضعيه سكواد نادي الزمالك اللي هو اصلا بوجود زيزو ده نفسه عنده بدل المشكله 10. فما بالك بعدم وجوده؟ بقى عندي قد ايه مشاكل. هقف عليه طبعا. ومن الاخر انا بالنسبه لي صفقه زيزو دي لو تمت للاهلي هي دي اللي تقدر تقول عليها وانت مطمئن كصحفي يعني او حد بيطلع يتكلم او ان كان ان دي صفقه القرن. علشان بقى قيمتها الفنيه والمكايده والاثر النفسي السيء اللي هيتعرض ليه الزمالك وادارته وجماهيره وخلافه، طبعا صفقه القرن بلا شك بلا شك.